السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان وكل اللي بيتابعني على قناة كوليكشن. النهاردة هنشوف مع بعض وصفة سهلة جدا لعمل البيتي فور. يلا نشوف مقادير الوصفة مع بعض. المقادير اللي نزلت دلوقتي على الشاشة هي مقادير الكيلو كامل من الدقيق. انا هنا هستخدم نص كيلو دقيق، وعشان كده هستخدم نص المكونات اللي موجودة في المقادير اللي نزلت. دول عبارة عن 4 صفارات من البيض. هبتدي اضيف عليهم ربع معلقة فانيليا بالشكل ده، وكوباية سكر بودر. كوباية سكر بودر هضيفهم عليها واضربهم بالمضرب الكهربائي لحد ما احصل على الكريمه. لو مش متوفر المضرب الكهربائي مفيش اي مشكله، ممكن تلفيهم بايديكي لحد ما تحصلي على نفس النتيجه. نضربهم لحد ما نحصل على كريمه، تبقى المكونات امتزجت بشكل كامل. ضربتهم بالمضرب الكهربائي لحد ما وصلت للكريمة اللي احنا شايفينها دلوقتي. شايفين المكونات بقت عاملة ازاي. دلوقتي هبتدي اضيف كوباية وربع من السمنة، او كوباية وربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طبعا الزبدة بتدي للبيتي فور طعم احلى، فنضيف كوباية وربع من الزبدة بالشكل ده. والربع تقريبا الكيلو الدقيق بياخد 250 جرام من الزبدة، او يعني نص كيلو من الزبدة. ونبتدي برضو نضرب بالمضرب الكهربائي تاني لحد ما نمزج كمية الزبدة او السمنة ديت في المكونات اللي ضربناها قبل كده. دلوقتي بعد ما اختلطت كمية الزبدة بباقي المكونات زي ما احنا شايفين، هبتدي اضيف الدقيق بتاعي. ده عبارة عن نص كيلو دقيق. هضيف اليه نص معلقة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات، وفي نفس الوقت ذرة ملح. ابتدي اضيف في الدقيق دوت شوية شوية على السوائل اللي احنا عملناها مع بعض، لحد ما تتشكل عندي عجينة طرية ولينة نقدر نشكلها مع بعض بالشكل ده كده. نقلبها. نضيف اخر جزء من الدقيق. ونقلبه بايدينا بقى. بقت العجينة يعني مش سايلة، نقدر نعملها نكمل العجن بايدينا. طبعا الدقيق انواع، يعني لو حسيتي ان العجينة بتاعتك عايزة شوية دقيق شوية، او انها يعني عايزة تقلي من نص من الدقيق اللي انتي هتجهزيه شوية. احنا عارفين ان الدقيق في منه بيشرب السوائل وفي منه لا. فطبعا ده انا متهيألي كده العجينة بتاعتي خلصت. زي ما احنا شايفين كده اتكونت عندي عجينة طرية سهلة التشكيل، مظبوط قوامها مظبوط. فابتدي اسيبها تستريح 10 دقايق ونبتدي نشكلها مع بعض. العجينه بتاعتي ارتاحت بالشكل دوت. هبقى محتاجه طبعا لمكنه تشكيل البيتي فور اللي بتبقى زي كده، او لو مش متوفره ممكن بكيس الحلواني بنركب فيها القمع الصغير ده وبنشكل بيه عادي جدا، او بقمع بيكون اكبر من ده شويه اسمه قمع البيتي فور، وبرده نقدر نشكل بيه بكل سهوله. الصاج اللي احنا هنبتدي نشكل عليه البيتي فور مش هندهنه اي حاجة او هنحط له دقيق.
طبعا البيتي فور فيه كمية زبدة كفاية، فمش هنحتاج نعمل كده. دلوقتي نبتدي التشكيل مع بعض. حابة كمان اقول للي مش متوفر عنده اي فرم للتشكيل، او حتى القمع مفيش اي مشكلة، يقدر يشكل بايديه البيتي فور بسهولة. قطعة عجين زي كده بياخدها ونبططها بالشكل ده، وبشوكة بنبتدي ندوس عليها كده زي ما احنا شايفين، ونبتدي نرصها، وبرضو بيطلع شكلها حلو اوي. اصدقائي، بعد تشكيل البيتي فور بتاعي اكون مجهزة الفرن ومسخناه. بدخل البيتي فور على درجة حرارة متوسطة، ما بياخدش اكتر من ربع ساعة للتسوية. وبعد ما بيطلع بأي نوع مربى بتحبيها، تقدري تلزقي كل اتنين مع بعض من نفس الشكل. تغمسيهم بالشوكولاتة السادة بالمنظر ده، او حتى ممكن بالشوكولاتة والفرماسيل الملون، بيبقى شكله حلو قوي. ولو مش متوفر ممكن تدهني منه بالفرشة جزء بالمربى، وتغمسيه في جوز الهند، وبيبقى شكله بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض. عندك اشكال متعددة تقدري تزيني البيتي فور بيها. وصفة ناجحة، اتمنى تجربوها معايا، وما تنسوش تشوفوا وصفتي على القناة للكحك والبسكوت. كل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش تدعموا القناة بلايك وشير، سبسكرايب او تشتركوا عشان تشوفوا كل جديدي ووصفاتي على قناة كوليكشن. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.